اكتب أيها الحاجب. حاضر أميراي. من عبد الملك ابن مروان. أوصدوا الأبواب. هيا حرام. الحجاج بن يوسف يستأذن بالدخول لعيادة أمير المؤمنين مولاي الخليفة. ويحه، رده فليس هذا مكانا يأتي إليه. ما الأمر يا سليمان؟ لا شيء يا أبي، الحاجب يسأل إن كنا نريد شيئا. أما أتى الحجاج بن يوسف لعيادتي؟ لا أحسبه يأتي في هذا الوقت، قد ينتظر النهار. ما منعت قبل هذا عن لقاء أمير المؤمنين. أضعفه المرض فاستقوى علي أبناؤه، ولا أدري ما يكون من أمر الغد. لما أخليت المكان؟ لأخلو بك، فلي معك حديث. ألا تستمهل حتى تتعافى؟ قد أستمهل يا وليد، لكن الذي فوقي لا يستعجل ولا يستمهل. في أي سنة نحن؟ في 86 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد عشت 60 سنة. أثقلت علي أحيانا فبدت لي كأنها دهر، وخفت أحيانا فبدت لي كالوميض. ألا تدع هذا الحديث؟ لا لا لا، فهذا أوان، وفي هذا العمر أصبت وأخطأت، وكلاهما في ميزان ليس أمره بيدي. لقد ورثت عن أبي مروان بن الحكم دولة مشتتة تنخر فيها الفتن وتهب عليها العواصف من كل حدب وصوب، وإني أترك لك دولة قوية موحدة عزيزة لأهلها مرغوبة وعصية على أعدائها، وقد اجتمعت فيها الكلمة، وأنت أهل لها إن حفظتها. وإني بدأت فتكمل، وأشدت فتعلي، وما بلغت ما بلغت، وما بلغت دولة بني أمية هذا إلا بفضل الله جلت قدرته، وبفضل أصحاب العزيمة، وأولهم الحجاج بن يوسف الثقفي، فإنه والله جلدة ما بين عينيه. يا أبي، دعني أتم، قد لا تكون لي غير هذه الفرصة، فإني أوصيك خيرا به. فانظر الحجاج واكرمه، وهو سيفك يا وليد، ويدك على من نهواك، فلا تسمعن فيه قول أحد، وأنت إليه أحوج منه إليك. ابن عمك عمر بن عبد العزيز ما رأيته بينكم؟ في مصر حيث بعثت. خذ برأيه إن احتجت إلى المشورة. سأفعل. والآن دعني وحدي، فليس عندي من قول إلا أن أناجي به من هو فوقي وفوقكم، ومن له العزة والملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والشكر له سبحانه على ما أفاض علينا من نعم الحياة. فإن قهرنا بالموت فلحكمة. أخذنا الدنيا بما هي أهل له، وتوسلنا الآخرة بما هي أهل له، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الناس، اعلموا أنه لا مقدم لما أخر الله، ولا مؤخر لما قدم الله. وقد كان من قضاء الله سبحانه وسابق علمه أن كتب على أنبيائه وسائر خلقه الموت، وقد صار إلى منازل الأبرار ولي هذه الأمة بما كان عليه من حق لله، من الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل، وإقامة ما أقام الله من منار الإسلام وشن الغارة على أعداء الله. فما كان غفر الله له، لا عاجزا ولا مقصرا. أيها الناس، عليكم بالطاعة والتزام الجماعة، فإن الشيطان مع الفرد. السلام على أمير المؤمنين. كنت أنتظر أن تكون أول من يأتي لمبايعتي، فكنت آخر القوم. يا أمير المؤمنين، في عنقي وفي نفسي بيعة لبني أمية ولآل مروان ألهج بها وأجددها قبل نومي وبعد صحوتي، وكما كانت لعبد الملك بن مروان غفر الله له، هي لابن عبد الملك بن مروان أطال الله بقاءه. ربما تمهل الحجاج في البيعة وقد طمع أن تنقلب وتصير إليه، ففيه مثل هذا. تمهلت؟ ما تمهلت والله يا مولاي إلا لأرصد من تلكأ أو تخلف. أما تكف عن الترصد للناس والإيقاع بهم حتى في حضرة الموت وهيبته؟ متى تسير إلى العراق؟ إني طوع أمرك، أسير متى تأذن لي. أريدك قبل هذا في مجلسي، اذهب وانتظرني فيه. أيأذن لي أمير المؤمنين؟ فيما استئذانك يا سليمان؟ خلوتك بالحجاج. حتى لو كانت خلوة فإنها لا تكون محجوبة عنك يا أخي. قد حجب هذا الرجل عني أمور كثيرة، فلا أحب أن تقع عيني عليه، فأذن لي. لك ما تريد. سأعود بعد قليل.
لما غادرت مجلسك؟ أردت أن أفصل بين أمرين. إن كنت لأسأل عن الأول وقد انقضى، فما الثاني؟ خلوة مع أمير العراق. الحجاج الثقفي؟ هو. والله لأن يخلو بك ملك الموت أحيانا أحب إلي من أن يخلو بك الحجاج هذا وأخف وطأة. لولا أنه من شرار خلقه ما ابتلاه الله برمي الكعبة وقتل ابن ذات النطاقين. السلام عليكم. وعلى أمير المؤمنين السلام. ما الذي يضحك مولاي الخليفة؟ علمت زوجي أم البنين بأنني أخلو بك في مجلسي. أتدري ما قالت؟ وما يدريني ما تقوله النساء يا مولاي. قالت لأن يخلو بي ملك الموت أحيانا أخف وطأة من أن يخلو بي الحجاج. يا أمير المؤمنين، دعك من مفاكهة النساء، فإنما المرأة ريحانة يستمتع بها، لا قهرمانة صاحبة حكم تتدخل بشؤونه، فلا تطلعها على سرك. فلندع هذا إلى غيره إذن. فما غيرها؟ أتدري لما أخليت وتركت لك هذا المكان؟ لا. أردت أن تمكث فيه بعض الوقت لتخلو إلى نفسك وتتفكر. قد فعلت. فهل نازعتك نفسك إلى هذا المكان؟ مهما اشتطت نفسي يا مولاي فلا تبلغ تلك السدة. هذا حسن. وما جلس في هذا الموضع أعز من أبيك عبد الملك، وما يجلس في هذا الموضع أيضا أعز من أمير المؤمنين، ولا يجلس من بعده أطال الله بقاءه أعز من أبنائه. بل أخي سليمان هو ولي عهدنا وله الخلافة من بعدي. يا أمير المؤمنين، ما رأيك أن تنقض هذا العهد وتسمي ابنك يزيدا وليا لعهدك؟ ويحك يا حجاج، هذا ما أردتك أن تتفكر فيه حين تركتك تخلو لنفسك في هذا المكان. فيما أخطأت يا أمير المؤمنين؟ تدخلك في شأن الملك هو شأن لأهل بيت الملك، فلا يكون لغيرهم مهما على شأنه. هو رأي يا أمير المؤمنين جهرت به، إما أن تأخذه أو تطرحه. عليك ابتداء ألا تفكر فيه. فهمت مرادك يا مولاي، وهو يلزمني. فلندع هذا إذن ونأتي إلى غيره. لقد كانت آخر كلمات أبي عبد الملك وهو على فراش الموت أن أوصاني بك خيرا، وأنك أهل لهذا، وأني لا أحفظ ما أوصاني به. أما الفضل الذي ذكره لك فهو في عهد مضى وانقضى. يا أمير المؤمنين، دعني أتم. غاية ما أريده منك هو أن تضيف إلى فعالك ما أضيفه على وصية أبي وأوصي به من يأتي من بعدي. ما أبقاني الله من بعدك يا أمير المؤمنين. كفى مراوغة أيها الرجل. لو أن الله يسمع دعاء أمثالك لدعوت أن تبقى بعد بني أمية كلهم، بل بعد الخلق كلهم. متى مسيرك إلى العراق؟ حين يطلقني أمير المؤمنين من أسر فضله. قد فعلت، فامضي.